عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربة جديدة ومعاينة جديدة. النهارده رايحين نبص على العربية ايه دي. يعني ده متابع، يعني مش متابع، تابع حد متابع عندي على القناة. هو قال له ايه استاذ خالد ممكن يجيب لك عربية كويسة، والكلام اللي هو انتوا فاهمينه يعني. المهم هو كان جايب عربية ام دي موديل 14 اول فئة بره وجوه، كان عددها 160 او حاجة زي كده. كانت العربية ديت معروضة عليه ب 670,000. قلت له والله انا شايف ان هو كتير، يعني انا لو وصلت للمبلغ دوت ممكن اخد ايه دي. وقد كان في عربيه 19 كنت عارضها يوم الجمعه في السوق، فهي العربيه دي اللي احنا رايحين نبص عليها دلوقتي. يعني انا رشحتها له كمل فلوس اخيرا، يعني اللي بيتكلم في 830,000 موديل 19 وعددها 110 او 112,000، فكامله فاتحه وعربيه حلوه يعني. يعني ممكن لو اي حد بيتابع ولا برضه نفس الموضوع هيجيب حاجه ويقدر يكمل، لا خد الكماليات وخد الموديل، هتستفاد وهتبقى كسبت، هتبقى صفقه بالنسبه لك ورابحه ان شاء الله باذن الله. فخلينا نشوف العربيه الاول ونطلع معاكم تاني. حبيت اوضح عشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي دوس لايك عشان ان شاء الله الفيديو هيعجبك باذن الله. خلي بالك. وصلنا وانتظرنا هنا شويه، في الاخر خالص بعد نص ساعه ولا حاجه طلع اخوه اللي راكب الاسبورتاج ديت هيمشي قدامنا واحنا هنمشي وراه. صلى على النبي وخليكم متابعين قدامنا ولسه واصلين. دي العربيه طبعا انتوا فاكرينها اهي، هننزل دلوقتي نبص عليها ويا مسهل. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دي العربيه الشكل اللي بعد اللي هي الفوانيس العاديه دي، فتحه سقف اهي تمام. بص العربيه اخترت شكل جديد والفلوس معلش يعني. لما هاخد انا الشكل دوت، احنا وصلنا ل 825. هنا في العربيه دي رفرفين ورفرف يمين ورا وحته في الباب ده بالنسبه للساق. طبعا موتور ما شاء الله، صالون عربيه اهي. هنطلع نعمل لها تيست وهنشوف الدنيا اهي من جوه تمام. تكييف تمام، دي الفتحه بتاعتها، كل حاجه ما شاء الله. هنطلع نعمل تيست دلوقتي وخليكم تابعين معانا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم معانا. طبعا دلوقتي التيست بيبان بقى من اول طلعه ما شاء الله. فتحه سقف، مرايه ضم، طاره مالتي، زقالت، مركب فردتين كلاكس حلوين. متقلقش يا مصطفى، انت بتخاف اما انت كنت ماشي قدامي بتجري الوقت. انا بجري بس تخاف تركب جنب حد بيجري. تمام. فهنخلص وهنطلع معاكم. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بص الفكر بتاعي بقى بفضل الله احنا خلصنا العربيه دي. انا لما باجي افكر هو وصل للبودجت دوت، كان بيقول لي مثلا يعني 7 ونص 86. فانت وصلت للسعر دوت خلصنا. طبعا حولوا لهم هم، حولوا الراجل ده صاحبها ده، وده اللي بيشتري، وده الحاج ابوه. فخلصنا بفضل الله. طلعنا جربنا العربيه 0 4 فرق كاوتش، مكنه، صالون، تكييف، عداد، كماليات، شكل، فيها كل حاجه. الله اكبر. هي بس الملحوظات ديت والحاجات اللي فيها اللي هي رشه خرابيش من بره، ما بتبقاش ايه خبطات. فكل ده بتحط في عين الاعتبار، بتحط ده كله ببعضه وبيطلع النتيجه بفضل الله اللي خدنا بيها العربيه. عربيه حلوه مش وحشه، وهي مناسبه ليه في الوقت الحالي، مناسبه للشخص ده. ممكن حد تاني اشطر يجيبها باقل، ربنا ييسر. فانما هي العربيه كحاله، على سعر، على شكل، على موديل، لا حلو ما شاء الله لا قوه الا بالله. ندعي له ربنا يبارك له فيها ويدي له خير ويكفي شرها. ودي كانت معاينه وشراء وتخليص العربيه الالنترا 19. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بيعجبكم ان هو يعمل فيديوهات، محتاجين الدعم من اخواتي عشان القناه تكبر بيكم وليكم. وما تنسلاش لحد دلوقتي وصلت ما دوستش لايك، لا دوس عشان ان شاء الله باذن الله هتشوف فيديوهات تانيه. الله وبركاته. اخواتي حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. دايما بنقول معلومات وبنقول نصايح في وسط الفيديوهات اللي احنا بنعمل فيها المعاينات. في مثل بيقول لك لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. ممكن نقيس بقى الكلمه ديت على حاجات كتير قوي في حياتنا. رايحين نتفرج على عربيه تويوتا كورسيدا دلوقتي موديل 89، وكان بيتفرج على واحده 83 وسافر لها الشرقيه. هو المتابع اللي معانا دوت هو غاوي العربيه ديت، يعني هو بيدور على العربيه دي التويوتا. ممكن اي حد تاني يقول لك يا موديل كام حاجه و80، يا بقى لها كام سنه على الارض. ما تقيس الكلام ده على نفسك، قيسه على اللي هو عاوز يستخدم.
وبالصدفه بكلم واحد تاني معاه عربيه بساله فيها، بقول له عربيه للبيع، قال لي بص عربيه ممتازه قعدت معاه 14 سنه ما عتلتش مني ما عملتش. فهو قناعته بالعربيه دي مهما تقول له هو مقتنع بيها، لان عاش معاها وحبها وعربيه كانت ماشيه معاه كويس. وممكن تكون مطلعه عين اي حد تاني ملهاش معايير يعني، ملهاش مقاييس. خلينا نشوف العربيه ديت. اسف الاطاله، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا بالتساهيل ويا مسهل الحال يا رب. نبص عليها وهنطلع معاكم خطوه بخطوه عشان هراجع وابص. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم دلوقتي. دي مش غير يعني، دي في ميزانها بص غير فرامل مش حلوه. ايه؟ خش انت هتكمل تاني ولا ايه؟ انا عايز اخد غيارات العربيه ما خدتهاش. هطلع انا شينزو ابي خلاص زي هنطلع على طول. تمام. فدي اهم حاجه في التيست. طبعا انت بتدوس بيبان معاك حراره، بيبان الفتيس، بيبان العفشه، بيبان المشي، كل ده بيبان. فخلينا نخلص ونطلع تاني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم. اي عربيه بتبقى محتاجه مصاريف، دي مش زيرو، كل الكلام ده معروف. بس لازم يبقى انت عارف عندي 1 2 3 عشان لما تيجي تصرف، لما اجي اصرف وانت تبقى مقتنع بالكلام دوت. انت فاهمني؟ لازم انت تبقى مقتنع بالكلام ده. برضه عربيه مليانه شغل، انما اسابق بيها بقى اسراته زي ما انت بتقول، اسابق بيها مش عارف ايه، ما مش منطق يعني ان انا اسابق عربيه بقت العربيه دي احسن من دي، طبعا لا. فاهمني؟ بس طبعا احنا فحصنا وخلصنا. تمام. فيها شويه عيوب وسعرها هو بيتكلم في 200,000. طبعا الكلام ده مش على الحاله دي خالص. اخلص واكلمكم. الكلام ده مش على الحاله دي خالص. ده الراجل اللي معايا اهو، اللي انا جاي اتفرج له على العربيه، هو بيدينا ظهره. الكلام مش احسن حاجه، والحاج مش عارف يعني. بقابل كده كتير بس ببقى عاذر ان هو ما عندوش فكره يعني، او ببقى عاذر ان هو ممكن يكون سمع الكلام دوت تقول له الكردان بتاع العربيه فيه سلبي، يقول لك لا ما فيهوش. فكلام مش جاي معايا. فهنخلص ونكلمكم. هكلم الراجل دلوقتي اقول له التقرير النهائي فيها وهطلع معاكم تاني وانا ماشي. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم معايا. طبعا انتوا عارفين دي عربيتي ايه. احنا رجعنا بعد الفيديو بتاع الكرسي ده مثلا ب3 4 ايام ولا حاجه. الراجل دايما احنا بنفرض حسن النيه، والكلام ده نصيحه من اخ ليكم دايما يعني، من عاش بحسن النيه نجاه الله من كل بليه. عيش بحسن النيه بس تبقى فاهم. مؤمن كيس فضل. العربيه هو بيقول لك ايه، عنده عيب في التكييف. هو عمال يقول لك ايه، عايز ابقى يعمل لي كده، عايز ابقى فريون قد كده، وراجل كبير يعني فوق دماغي طبعا، عايز ابقى فريون قد كده. هو الموضوع مش فريون خالص، هو الموضوع العربيه فيه لسعه، بس هو البلاور اصلا بايظ مش مطلع الهواء ده. هيشغل التكييف دلوقتي الهواء اللي طالع، دي اول حاجه. تاني حاجه بقول لك انا حاطط كماليات بتاع 30,000 جنيه. الحاج ممكن حد بيع له بيقول له الكلمتين دول وبيبيعهم لك تاني. 30,000 جنيه كسب 400 جنيه. وده اللي انا شفته في العربيه ده الكماليات. واربع فرق كاوتش عايزين يتغيروا، بيقول لك كاوتش جديد. المجمل العربيه لا يعني الحاله يعني مش متوسطه، اقل من المتوسطه كمان، 40% 30%. حالتها مش حلوه، عربيه تعبانه. وكل الفبر زي ما انا وريته لكم كده. عربيه زي دي قيمتها في صالونها وفي حاجاتها الاصليه. عشان تركبها وتركب عربيه لافته، اركب عربيه قديمه. اللي هيعوضني العمر اللي فات ده، اللي انا اركب سن كبير، الحاله. فيمكن بحب اقول نصايح بطول، بس انا اسف عايز افيد بجد يعني. وصلت لحد هنا ما دوستش لايك، دوس. وعايز اشوف التعليقات، هل وجهه النظر بتاعتي بتلاقي عندكم حسن استقبال وفاهمين الكلام اللي انا بقوله، ولا ممكن حد يضيف لي حاجه ثانيه؟ عايز اشوف الكلام ده. تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.